أبونا شمعون تعلم سويا اللغة الأشورية. أيوة، كتابه متوفر بس إحنا قاعد بنجدد فيه هو. اشتركوا في القناة علشان تصلكم الحلقات القادمة، كلها متوفرة على قناتي. واللي ما عنده إشكالية للحصول على النسخة القديمة يكتب لي وأنا أبعث لي إياه بطيبة خاطر. إيه طيب أبونا شاركنا وتفضل. نعم، شارككم النص. طلع النص عندكم؟ طلع. أيوة وسع هذه الصفحة شوية، وسع شوية أخرى. اطلع بيدك. أيوة كويس. شوية. هذه أستاذ أريد أتركها هاي لأن أنا أحتاجها طيب منيح، يلا ما مشكلة. الحاشية، فأظن كافي المجال. بكفي. أيوة، فنحن نبدأ اليوم. شفنا التوكيد، وصلنا بنهاية الحلقة الماضية، انتهينا من التوكيد وهي إحدى خصائص الاسم، فنأتي إلى الخاصية الأخرى للاسم وهي التصغير. غريب أبونا، إحنا قرينا درسنا القواعد العربية، عمرها ما علمونا هاي الشغلة بالعربي. شفت؟ إيه. وأنت تعلمت بالعربي؟ لا، بس في عندي كتب قواعد عربية. هالشيء موجودة، يعني قارنها كنت بعضها. ولكن على الأكثر أنا شو اسمه معتمد على كتب السريانية القديمة، يعني اللغة الآشورية القديمة. يعني عندكم كتب قواعد متطورة. زائدا أيضا اللغة اللاتينية كنت راجع أشوف شلون هذه وقارن، يعني حتى أحط صيغة أكثر واقعية لأنه تعرف أنت تتغير هذه حتى القواعد تتبع كيفية استعمال الكلمات والأفعال والهذه، وكل 100 سنة كل هذه تتغير هالأمور، يعني يصير بها شوية تغييرات في كل اللغات طبعا. يعني هلا اللغة السويدية اللي قبل 100 سنة ما يفهموها السويديين اليوم. كذلك مثلا لغة شكسبير من يفهمها من إنجليزي اليوم إلا الفارسيين. تمام. حتى السويديين شو عملوا؟ السويديين ناس حقيقة كلش عمليين، براغماتيست كثير. عملوا سنة 2000 كانوا اشتغلوا بها طبعا 10 سنين قبل طبعة جديدة للكتاب المقدس بعهديه باللغة السويدية بتاع اليوم، لأنه كان عندنا طبعة قبل 100 سنة، فهذيك يعني كانت غريبة، يعني ما يفتهموا كثير منهم. فعملوا صفحة طبعة جديدة أكثر، مثل ما يستعملون الكلمات اليوم ليعطوا نفس المعنى. مشكلة حتى القرآن مشكلة شيء أنه الكلمات استعملت في ذاك الزمان بمعنى معين، اليوم نفس الكلمة تستعمل بمعنى آخر. فعليه يجب أن إذا نريد نحافظ على المعنى أن نغير كلمة، نحط كلمة التي تستعمل اليوم لذلك المعنى. تمام. هاي مشكلة حتى بالترجمة كثيرين. هذه أنا كثير كنت حساس لهالأمور هذه من صغري، عجيب يعني كان عندي اللغة. وهذه حتى لما كنت أقرأ العربي بالدرس، كنا نراجع مثلا نقرأ قراءات أو بالدرس التاريخ، فكان الصف السادس الابتدائي كان المعلم دائما يقول لي اقرأ أنت، كان يسميني أحمد، إيش كان هذا المذيع بالصوت العرب، أحمد سعيد. كان يقول أحمد سعيد اقرأ أحمد سعيد. درس اللغة العربية من صغري كانت تعجبني اللغات وهيك كنت حساس عليها. وهذه على كل حال. فاليوم نحن طبعا بعد ما خلصنا التوكيد نجي على الخاصية الأخرى كما قلت، التصغير، وهي تصغير الكلمة. تمام. استعمل يعني بالعربي أيضا نقول نهير، النهر نهير. نعم. زهير أو بحيرة حتى اسم. أيوة بحيرة زهير، نسميه ناس اسم علم زهير من زهر زهير. أي تصغير للتحبب. هسه نجي على هذا التصغير، وهذا التصغير فيها أمور أيضا جدا ممتعة يعني. فالتصغير بالآشوري زوعارة، طبعا مثل ما قلت لك هذه كلمات أكثرها مأخوذة من القديم، من اللغة القديمة، لأن صار كمصطلحات مثل ما نستعمل اللاتيني كثير مرات ببعض المصطلحات. فنحن عندنا حقيقة اللاتيني بتاعنا هو اللغة القديمة اللي نسميها آشورية قديم، يسموها كلداني قديم، يسموها آرامي قديم، يسموها سرياني قديم، أشمل يسموها. المهم فهذه التصغير هو الزوعارة. على فكرة فقط ملاحظة أبونا، أنا شفت
عن شو اسمه هذا لقمان أها. هايكار. قرأت شوية ووجدوا المخطوطة تاعته بالأرامية مهم. في مصر. شفت وجدوها في مصر شيء غريب فيه. وحطوا صورة منها باللغة الأرامية من القرن الخامس قبل الميلاد. واو، هذه مهمة هذه. ايه، على البابيروس. ايه وانا كنت هاي ابعثها لابونا يقول لي باي احرف مكتوبه، لان ايه بالفعل، خلينا نشوف، اقدر اقراها انا عجبان. إيه انا شفتها فكرت حالا بيك، لاني قلت هذا مين هذا لقمان. إيه نحن بالنسبة لنا حقار شيء مهم يعني بتراثنا نحن. فهم ترجموا وجدوه على 7 صفحات بردية في مصر. شفت مصر لأنه يقال في التاريخ، تواريخ اللي عندنا، أنه في إحدى الهجمات لما هاجموا الأشوريين مصر وأخذوها مرة، ومصر أيضا كانوا تستولوا عليها لمدة معينة. فيقول لما كانوا يحاربون المصريين شو كان عمل هذا؟ هو كان مستشار الملك هذا حقار. يقول قال لهم اعملوا هيك، جابوا نسور، هو نسور كبيرة وجوعها كم يوم، وبعدين قام عمل سلة، هذه سلة كبيرة هيك المنسوجة. وأيضا جابوا ناس ضعيفين وهزيلين وضعيفين وخفيفي الوزن، حطوه بالسلة هذه وعملوا عصا هذه هيك، وشدوا النسور 18 نسور عليها من جانبين، مثل ما يعملون مع الثيران أو الأيائل، ما كل يجرون هذه، مثل هاي عمل يقول. وحط كان قاعد في السلة مع أنه عصا طويلة عليها خيط حبل، ورأس الحبل هناك حمامة كبيرة، فكان هو يعملها هيك أمامهم، في النسور يطيرون حتى يروحون يأخذون الحمام هذه، ويوجههم كيف، يعني يوجه العصا إلى اليمين أو اليسار فيديرون اليمين يسار. استعملوا يقولون هذه الطريقة هذه حتى للاستطلاع على الجيش المصري. طار راح فوق الجيش المصري، يقول حتى يشوف كيف هو، ويعطي تقرير، ويرجع يعطي تقرير عن القوات المصرية حتى يقدرون يحاربوا يهاجموهم. هذا حقار عندنا، هاي مشهورة عندنا بالقصة. أنا أبعث لك الصفحة اللي أنا وجدتها بويكيبيديا، الصفحة هاي، بس أنا هبعث لك إياها بعدين تقول لي بأي أحرف، بس اللي باين علي إنها مكتوبة بالأحرف الأرامية القديمة. لازم شوف هيك اللي شايفها، اللي هي بين المسماري وبين الفينيقي. شوف أنا أبعث لك إياها، كملنا هلا يلا. أوكي شكرا. نرجع إذا التصغير زعارة. التصغير يكون للأسماء والصفات على السواء، ويكون التصغير إما لغرض التحبب والتودد أو لغرض الذم والتقليل من الشأن. أيوة كيف نستعملها عن طريقة نفس الأسلوب الإيطالي. هو الإيطالي عندهم نفس الشغلة هاي. أوكي. جدا متطورة اللغة الإيطالية بهاي الشغلة. أكثر من الفرنسي. الإيطاليين عندهم إينو بالإينو ما إينو. أوكي. أيوة صح. أيوة يعني هم الإيطاليين أنا ما شفتها بأي لغة أخرى. عندنا صراحة. شوف كم طريقة. نشوف. أيوة طبعا هاي بالقديم موجودة، مو يعني شيء جديد هذا. المهم التصغير لغرض التودد والتحبب أولا. ويتم بالطرق التالية. الطريقة الأولى أو أولا للكلمات المذكرة. طبعا كلمات مذكرة شكل كلمات مؤنث. كلمات المذكرة هناك 3 طرق مختلفة لتصغير الكلمات المذكرة، وهي الطريقة الأولى تتم بتغيير حركة قافة أي الفتحة الطويلة للحرف الأخير، طبعا ما قبل الألف الحركة، إلى رواسة أي الضمة، وزيادة نون مسقوفة مع الألف. مسقوفة يعني ذات الفتحة الطويلة. أيوة. مع الألف يعني إضافة المقطع أونا، هذا مقطع أونا. أيوة. بعد فيكون كمثلا كلمة جورة، كتبتوها جورة، شوف هي من أحط الحركات تصير هيك تتخربط هذه. المهم خليها هسه جورة
ايوه بالانجليزي لان حتى لا يقطروها جورا قورة. ايوه تصير قورونا، نضيفها قورونا يعني رجل حباب يعني. حباب، التحبب حباب، يعني رجيل. ايوه رجيل. ما ايوه تستعمل رجيل، رجل يعني رجل، قورون. تستعمل عربي رجيل. رجيل هو هذا رجيل. فناشا قلنا هاي ناشا الاليف اللي عليها الشارحه المائله، يعني من الفضل الاليف. ناشا شفناها كثير مرات، يعني انسان. ناشونا. نعم. فمثلا كثير مرات لما نحكي يقول اوه فلان ناشونك، ما صباي ناشل يا فلان نسين كم هو طيب. ايوه حببها يعني نقول ناشونا بقول ناشا. ايوه حلو جدا. يالا الدال هذه مطن لفظ لنا عليها شو اسمه، يالا يعني ولد. يالونا. لهيك انا هم في القرآن بكل الولدان. ايوه شفت علي؟ هلا فهمت. ولدان بدل ما يكون اولاد بيكون ولدان. ايوه يعني اولاد صغيرين حلوين. صغيرين. نعم ولدان من هون. يالونا. هلا فهمت من وين اجى وبالاسم ولدان القديم. ايوه القديم تنلفظ الدال يلدون، فطبعا ولدان. شوف يلدون ولدان اقرب القديم الى يلدون. القرآن اقرب الى القديم. يلدون الولدان. وطبعا الجمع يلدونه تصير اوكي. المهم وملكه ملكه تصير ملكونه. يعني مليك لطيف، يعني يتحببها تحبيب. ايوه حتى الى هسه نحن نستعملها مثلا لما نقول الاب، شو اسمه، نقول ما اقول بابي يعني ابي، نبغى بابوني يعني للتحبب له. بابوني. كان ابي بابوني مصغر. كان زميلة لي أرمنية تسميني بابوني. شفت يعني أنا ما فهمت ليش يسميني أيوة بابوني. أبي التحبب. التحبب يعني أبي الصغير. أيوة بالضبط. أيوة بابوني. ملكونة. أيوة. بيتونة. وهذه بيتونة أستاذ سامي مستعملة بالعربي العراقي. وأنا أنا نفسي كنت قبل استغرب، اقول منين جتي هاي بيتونة؟ تعرف شو بيتونة؟ نسمي العراقيين العرب يسمون الغرفة الموجودة فوق السطح. في غرفة صغيرة بالدرج لما تطلع، هو غرفة. هو عندنا نحن عادة بالعراق، ما أعرف عندكم شلون، بس العراق هاي الجميع لما نبني بيت لما الدرج يصعد لفوق هناك غرفة يطلع فيها الدرج، ومن هناك يطلع على السطح. صح أعرفها. هذه الغرفة الصغيرة فوق يسموها بيتونة العرب. احنا عندنا بيتونيا بفلسطين هي هي شو اسمها، اظن هي القريه تاعت اليعازر. هاي بيت عنيا. ما هي غير شيء. غير بيت عنيا يعني. هذه كلمه مركبه، مثل ما شفنا بيت كريه، بيت عنيا، بيت باجي، بيت فلان، بيت فاجي. فهذه هاي كلها اشوريه سريانيه يعني كلمه اسماء طبعا. بس مو هاي بيت عنيا، مو بيتونه. شو تعني بيت عنيا؟ بيت برد. لا عنيا بيت الصحبه. بيت عنيا. ايوه حلو. كان الصحبه ولا لانه كان صاحبه زكريا. ايوه شو اسمه اليعازر. ايوه كان الصادق. لقد مات صديقك. صح. ايوه لهيك. ايوه بيت ملكونه. بيتونه. ساوى يعني عجوز او جد. ساوونا. وبالضبط نحن لما نقول هسه ساووني يعني جدي يصغروه. ساوونا ساوي. ممكن نقول ساوي يعني جدي. ساووني جديدي يعني احفادك بسموك ساووني. ايوه ساووني.
شفت نعم. إيه، انا بسموني بابي علشان الجد، بسموه بابي. ايوه بابي. ايه أيوة. وماما يعني عم. ايوه. مامونة مامونة. نفس الشيء للتحبب. اه مامونة عميم. ايوه. طاوة، حتى شوف هاي اسمها سنجي صفة، قلنا للصفات والاسماء. طاوة يعني صالح، طوف طاوة. ايوه. طاوونة. هاي اللي جاي منها الطوبة، طوبة لفلان طوبة وطوبة ايضا، لفلان. ايوه طوبة. طاوة، طاوة، ايوه. حلو. فهاي أمثلة على شو اسمها، هي الطريقة الأسلوب الأولى الأول. بإضافة أونا على كلمة، على ايه. الكلمة. الطريقة الثانية هي ما لازم عن طريق بتسكين الحرف الأخير وإضافة تاو بفتحة طويلة، عليها النقطتين مائلتين. ايوه. فتحة طويلة. مثلا كلمة دقن يعني دقنة. ايوه. دقنت. ده كده هيلا. شفت؟ ايوه. تسكين الحرف الأخير، سكلنا نا صارت إن بوحدة بدون حركة. وأضفنا التاء طبعا، والألف هذه طماطة، هذه دائما موجودة. لا، هاي الألف البركة. هي بركة. احنا نسميها ألف بركة، خليها بركة. دقنت. سماع مين هذا اللي بينادي بي؟ في ناس خليك معي ثانية واحدة يا ابونا. أختي. نعم. بونجور. سامي بتكلم معاكي. لا، أنا قاعد بسجل. بدعوكي بعد ما التسجيل. وانت بخير يا اختي، مع السلامة. اوكي. اصطادها اصدقاء حبوبين لي سوريين، مشكلة. كانوا حابوا يعيدوا علي. دقن دقنتا. ايوه. دقنتا لحية. إيلانا إيلانتا. ايوه. إيلانا شجرة. شجيرة إيلانتا. الشجيرات إيلانيات. إيلانان يعني أشجار كبيرة. شجيرات البوسك شو يسموه بالهاي بالإنجليزي. بوش يعني إيلانيات إيلانتا. سموه بوسكيتو بالإيطالي، يعني الغابة الصغيرة. بوسكيتو ولا شو يسموه الشجرة، البرينو. ايوه. خلينا على الرامي او على العاشوري. ايوه إيلانتا شجيرة. سكينة ساكنة. هاي السين سكينة يعني سكين تصير سكنتا. سكينة صغيرة. السكين الكبير سكينة، هاي الصغيرة أبونا ما تكتب سكينة، نحن ما نفهم سكينة، كل سكين. أيوة أنتوا تقول سكين. نعم هاي موجودة السكينة. احنا ما نقولها سكين، ما يعرفوا السكينة شو هي. عند الفلاحين كل سكينة، أما عند المدن العرب الصحيح هو السكين. أيوة سكين، بس نحن بالآشوري سكينة. فهمت. يعني اللفظ. ايوه بس بالآشوري سكينة اللفظ هذا. المعنى هو سكين. ايوه. فتصير التصغير بتاعها تصير سكنتا. ايوه بتسكين الحرف الأخير وإضافة تاء بفتحة طويلة. سكنتا. ايوه. وتلمى. تلمتا جرة يعني جرة. بستوقة. تعرف بالعراقي جرة نسميها بستوقة. بستوقة. أيوة بستوقة. حتى كان فيها أغنية بوقت عبد الكريم قاسم، هلا ليلى هاي أغنية كردية، فعملوا عليها بالعربي ليلى بستوقة مليانة طرشي، ياكل زعمنا بطنة تقوم تمشي. ليلى بستوقة مليانة طرشي، ياكل زعمنا بطنة تقوم تمشي، يعني بطنة يصير إسهال. هو كل الطرشي هذا الموجود بالبستوقة.
قليل من الناس يتذكروا هذه. أنا تذكرت فيها الشعارات، لأنه كنت ذاك الوقت 10 سنين 11 12 سنة كنت أقلد عبد الكريم قاسم خطاباته وأقلدها. يعجبنا كثير هذا الإنسان حقيقة. أنا كاتب عنه كثير بصفحات الجزيرة وغيرها بالمكانات بالفيسبوك، وهذه أنا كنت أعتبره هو أشرف وأنبل وأخلص وأصدق زعيم عربي في القرن العشرين. أيوة أنا هيك إحنا كان شو تصور أستاذ سامي هلقط كنا نحبه. كان عنده صور في كل غرفة مخلين صور، كانوا عاملين حواليها أضواء. غريب، ما أعرف ليش. أيوة كان محبوب جدا الإنسان، خاصة من المسيحيين. هو إنسان كان حقيقة يعني مخلص وصادق ومحب لوطنه ولشعبه جدا. بس كان ما كان خادع وحيال، لهذا مسكين وقع بها. هيك هو كل إنسان هو صادق ومخلص دائما يحتالون عليه، احتالوا عليه وقتلوا مسكين مع الأسف. أيوة. تلمتا جرب. كانونا. أيوة. كانونتا يعني موقد. أيوة. موقد النار كانت. تانورا. أيوة. تانورا. تانورتا. تانور صغير مثل كانون في الموقد شيء. أيوة. جنة. أيوة. جنة هو بستان. جنة هي حديقة، بستان صغير يعني حديقة. بستان صغير. أي. جنة هذا كبير بستان، وجنة حديقة. أيها البستاني عندنا يمكن من مارنرسي. في هناك ترتيلة قديمة باللغة القديمة، هي نرتلها يوم عيد القيامة دائما، الطقس موجودة. أو جنانك ما شبر برديسخ أيها البستاني كم هو جميل بستانك. لمن هذا؟ للبستان الذي وضع فيه المسيح، قبر المسيح اللي كان فيها. أيوة. كلش هذه شو اسمه، مرة ترجمها العربي أبعث لك إياها. حلو جميل. وترتل لنا إياها. أيوة. عطها ورتلنا إياها واعمل لنا شريط عليها مشان نسمعها. أيوة. جنان. أيوة. جميل. فهيك هذه الطريقة الثانية للتصغير بإضافة تاء فتحة. فطبعا هنا أنا خطيت ملاحظة، لأنه لاحظ أن جنس الكلمة يتغير من المذكر إلى المؤنث في عملية التصغير هذه. أيوة. لأنها تدخل على التاء هذه فتصير مؤنث يصير. أيوة. وكأنه تأنيث بعض الكلمات يصغرها. عجيب. عجيب. هاي فكرة ما أعرف شلون جدي هذه منين جاي. أيوة. الطريقة الثالثة للتصغير تكون تصغير الأسماء المذكرة، تكون بتغيير حركة الحرف الأخير من إسقاطه أي الفتحة الطويلة إلى الخواصة أي الضمة، وإضافة تاو مسقوفة أو ذات يعني الفتحة الطويلة، يعني إضافة المقطع إيتا. إيتا، المقطع إيتا. مثلا هاي بعض الكلمات هيك، جبا. أيوة. يعني كهف. يصير جبيتا، كهف صغير. مغارة. قنا هي عش. قنا. قنيتا. أربا يعني خروف. أربيتا. خرميتا تمر. خرمة تمر. معايا أنت أستاذ سامي؟ هلو هل أنت معي؟ ظهر انقطع الاتصال. أنت معي؟ انقطع الاتصال. تفضل. أيوه. هلا اشركني هلا. أكمل ولا أشرك. كمل إذا اشركني بس. أيوه. أيوه لازم أشرك. أيوه لازم أروح هذه.
هو أيوة. معذرة انقطع كل المشاهدين، انقطع الكمبيوتر شوي يعني بنكمل الآن شوي. يلا نعم. يكون منيح. هل ظهر؟ ظهر، بس يعني حطه في الوسط كبرة شوية. نعم كبرة شوية. عفارم. أوكي. أيوة. فكنا هذه الطريقة الثالثة وصلنا هون. تقدر الطريقة الثالثة للتصغير. الطريقة الثالثة لتصغير الأسماء المذكرة تكون بتغيير الحرف الأخير من اسقاطة، حركة من الفتحة الطويلة إلى الضمة أو الخواصة، وإضافة تاو ذات فتحة طويلة يعني مسقوفة. هلا طبعا بالتدريج راح المشاهدين يعني يكون لهم عادة يتعودون على هالكلمات اللي أقولها أنا، مسقوفة وما مسقوفة، وهذه لا صعبة من كثر التكرار، من كثر لا حتى ولو كررها 1000 مرة مش هنفهمها. صعب أبونا. مع تاو مسقوفة أي خليها يعني أي ذو فتحة، ذو فتحة طويلة. طويلة. بعدين بنظبطها، ارحمنا بعدين. طويلة أريح لنا. طويلة. أوكي ما عليك. أنت تقول لي مسقوف، أنا أفكر السمك المسقوف. ايوه من سقافه. بالغربي سقافه يسموه بالعربي. الباء نحن بي عندهم فاء يعني سقافه. ايوه يعني اضافه المقطع ايتا. شوف هاي خواصه تصير. العفو، شوفون انا عملت خواصه، عملت ضمه. لا الكسره الطويله، الكسره الطويله. أيوة. من كثر ما هي كلمات هذه واحد. أوكي. الكسرة الطويلة هذه يعني إيتا، إضافة مقطع إيتا. طبعا راح هذه أنا حطيت الزيادة لأنه حتى توضح ما أقوله. القضايا هيك شوية المعقدة. تمام. مثلا كلمة جبة والتي تعني كهف. أبونا جبة هو الجب اللي رموا فيه يوسف. أيوة جب. أيوة جب. هيك الجب، هذا هو الجب. جبة. أنتم تكتبوا جبة وإحنا نقول كهف. أيوة كهف. جبة. شوف كيف. أيوة. معرتة هاي مغارة. معرتة هي معرة نعمان. معرة هاي كلها كلمة. هاي معرض نعمان ومعرض ما أعرف إيش. هاي سريانية يعني من معرتة معرض. هي كلمة معرة مصغرة، مو مصغرة، مجزومة. رح نجي. بس نسيت الكلمة أبونا كنا. الكلمة الثانية نسيتها أنت. كلمة إيش؟ الكلمة السطر الثاني نسيتها. قنا. هسه راح نجي عليها. هاي جبيتا. بعدين الثاني قنا. أيوة. هاي الثانية قنا. قنيتا عش يعني عش. قنا. هذه كان يقال أنه صدام حسين من كان طالب الثانوية في بغداد كان عنده عصابة يسطون على البيوت يعملوا هاي ما أعرف إيش. كان اسم عصابته كان سماها عصابة قني يعني عشي. ما أعرف إيش أخذها من السرياني. قني عشي مشهورة بها بتاريخ حياته. هو كان كما قريت عن تاريخ حياته صدام. قنا قني عش. أربا يعني خروف. أربيتا. أربا العروة بالكي عروة. أربا. أوكي. خرمة تمر. خرميتا. أيوة. دبة. أيوة. دبيتا. دبيتا. قلقة. أيوة. قليتا. نوية. أوكي. أيوة. المهم هاي الطريقة الثالثة والأخيرة لتصغير الأسماء المذكرة. عندي سؤال أبونا. نعم. قواميس اللغة السريانية الأشورية هل بتعطي كل هذول الصيغ ولا لا؟ لا
فقط يعني العادي. هذه لا، القواميس تعطي طبعا جذر إذا كان فعل، جذر الفعل. والاسم طبعا إذا كان عنده مشتقات وغيره عنده يكتبها، مثلا المبني المجهول، مبني للمعلوم. أما هالأمور هذه الجزم والتصغير والمعرفة هذه طبعا ما يذكروها. وهل يذكر القاموس صيغة الجمع؟ لا ولا هذه ولا هذه. وهل يذكر إذا الكلمة مذكر أو مؤنث؟ ولا هذه. هذا قاموس شو اسمه هذه قدامي هسه، وقلنا انه ما يذكر الامور هذه، بس يذكر انه هاي مجهول ومطاوع وهيك فعل اذا كان. ابونا احنا ما نفهم شو معنى مطاوع. المجهول المطاوع يعني مثلا تقول تطلع، تطلع. اقترب ايوه، من قرب اقترب. تقرب هذه. هذا انت تسموه مطاوع. ايوه يعني بتطاوع لامورك. ايوه يعني ما اعرف، هي مبني المجهول المطاوع، ما اعرف يسموه بالقواعد اللغه العربيه، ايضا بالكتب القواعد. انا عمري ما سمعتها اول مره. هاي الكتب القواعد اللغه العربيه معقده جدا حقيقه، معقده جدا. خاصة أنا هذه فعل، فعول، وفعيل، فعال هذه ما تعجبني أبدا هالطريقة. كانوا يستعملوها قسم من أيضا من النحويين عندنا قبل، بس أنا لا، قلت أستعمل الطريقة الحديثة هاي تكون هاي بالمباشر. فبعدين الثاني قلنا الكلمات المؤنثة. أما الكلمات المؤنثة فيتم التصغير بتغيير حركة الحرف الأخير إلى رواسة يعني أي الضمة، مهما كانت. إذا كانت الحركات الأخرى فتصير نغيرها إلى الضمة، نحولها إلى ضمة. ونضيف نون ساكنة مع تاو مسقوفة، أي إضافة المقطع أنت. تاو مسقوفة يعني ذات الحركة فتحة طويلة. بنزيدها بعدين. أي إضافة المقطع أنت عليه. بالهذه شفت بالمذكر أونا يصير أنت. ليش؟ لأن تضاف أيضا التاء والتأنيث عليه، تاء التأنيث. فبختة هي إلها تاء تأنيث، بختة امرأة، شفناها هذه، حكينا عليها وسوينا نكت، مزحنا تمسخرنا منها يعني. بختة يا بختو. أيوة بختو. يا بختو. أيوة بختة تصير بختنت، ضيف أنت بختنت. يقول بختنتك ما سباي ناجة، يعني هاي أميرة أمريئة كم هي كريمة يعني. واحد يتودد المرأة. بختنت. براتا بنت، براتنت. وابونا هاي الصيغ تستعمل بالكلام عندكم ولا هي؟ نعم كثير. نعم. طيب. ايوه سوتا. جدة سوتنت. فمثلا يقول سوتنتي الولد يعني جدتي بس للتحبب. سوتي هي جدتي، فللتحبب يقول سوتنتي. تصغير، يصغر الكلمة. أين، عين طبعا، أيننت. يما يمنت. غريبة. ايوه. أمتا عمة، العمة. أمتنت كثير يستعملوا أمتنتي هيك كانت، أمتنتي هيك. أمتنتي غريب. غريبة هاي. احنا بس بالعربي ما عندنا مثل هيك، قليل. طبعا لأن العرب يحسبون نفسه أنه هي اللغة العربية كلها، لكن شوف هاي شوف بلاوي السوداء الموجودة هون. صحيح. شوف القضايا كثير، في كثير يعني. اللغة الآشورية والآرامية هي كثير عميقة، هي واسعة معقدة.
درتا يعني دار أو حوش. درتنت. أوف. أنت تعبان يبقى. لا أنا ولدت تعبان أبونا. أنا بنتظر أبونا القبر مشان استريح. هو هاي انتهينا من التصغير للتحبب، لغرض التحبب. هاي طريقة. حلو. التصغير إذا كان لغرض الذم والتقليل من شأن، واحد يقول يعني شو هاي، يعني شو استخفاف والاستخفاف. أيوة. يكون بالطرق التالية. أولا للكلمات المذكرة يكون عن طريق تغيير حركة الحرف الأخير إلى زلامة قصير، إلى أي كسرة قصيرة، إلى كسرة قصيرة حرف الأخير، وإضافة حرف كاب أو كاف بحركة سقافة أي فتحة طويلة، يعني كاف أبو أو ذو فتحة طويلة. هاي كتبتها كاب عليها نقطتين، فالفتحة الطويلة هاي سقافة. تمام. نضيف لها هذه. شوف مختلفة عن هذه عن الأخرى. وهو طبعا ما فيه كثير شو اسمه طرق، هي وحيدة، الطريقة الوحيدة. فمثلا نجي كلمة ساوى، نفس الكلمة ساوى اللي كانت جد أو عجوز، بدل ما للتحبيب كان يقول ساوونا، أما هوني للاستخفاف يقول ساوكة. ساوكة. هذا ساوكة، يعني هذا العجوز هيك للاستخفاف أيوة. ساوكة. ساوكة. بابا الأب بابكة. بابكة. أيوة. غريبة. عندنا جورة الرجل، جوركة. جورونا للتحبب. جوركة. أي جوركة للذم. شورة أي فتى. شوركة. شورونا للتحبب، شوركة للذم. أيوة. خورة. خورة صديق. خوركة. أيوة. خوارة هاي العنب الأبيض. خوارة. معناته الحور. خوارة معناته هو ما بعد كثير أبونا بالحالة هاي، مش هيك؟ ممكن. خوارة. شو اسمه القديم حواحي، بس نحن خين نلفظها اليوم. خواركة أبيض. أسيا طبيب. أيوة. أسيكة يعني واحد إذا كله هذا نحن بالعراق يقول برشة الطبيب يسوي، يعني شو شايف نفسه هو كله برشة الطبيب، هو أسيكة. لما واحد طبيب يشوف نفسه هذا يقول شو هو كله برشة. بالعراقي الشمال خاصة العراق يقول برشة الطبيب. برشة هي التركي يعني قطعة. قطعة الطبيب. قطعة الطبيب. تقول قطعة صورماي، قطعة حذاء. أسيكة. ملفان معلم. ملفان جاية من هون، من ملفانة هي مجزومة. كلمة ملفانة مجزومة تصير ملفان. أبونا من هنا جيت كنت إفريم. لا إفريم غير شكل. إفريم اسم. ملفانة فهو معلم يعني مهنة معلم صفة. أيوة. ملبانكة. ملبانونة يعني معلم حلو، معلم جميل زويد. ملبانكة يعني معلم مو محخش، يعني مش ملبانكة. أوكي. أيوة. للكلمات هاي الكلمات المذكرة طريقة واحدة هي فقط، والمؤنثة أيضا طريقة واحدة، كلمات مؤنثة، وهي بتغيير حركة الحرف الأخير إلى كسرة قصيرة، إلى كسرة قصيرة، وإضافة كاب أو كاف مع تاء مسقوفة، تاء ذات الثقة، يعني إضافة مقطع كتاء، كاف مسكونة وتاء
عليها فتحة طويلة اكتا، فتصير نجي على البختة بختكتا. بختنتا كان للتحبب، بختكتا للاستخفاف بختكتا. براتا قلنا بنت، براتنتا تصير للتحبب، براتكتا للاستخفاف للذم. سوتا قلنا جدة للتحبب، صوتنتا هنا تصير صوتكتا. أيوة. عينا عين، هناك كان عيننتا للتحبب، أما للذم عينكتا. يما يمكتا. خلتا خالة خالة خلتكتا. غريب. أمتا العمة عمة أمتكتا. دارتا الحوش أو الدار دارتكتا. خوارتا هاي نجي خوارة حوار حور خوار. خوارتا هي المؤنثة طبعا، هذيك مذكرة، خوارة للمؤنث، خوارتا تصير خوارتكتا. أيوة. ملبنتا ملبنتا هو المؤنث للملفان المعلم، يعني معلمة. ملبنتا ملبنتكتا بالذنب. هاي انتهى التصغير. حلو. نستعمل قسم من الكلمات نستعملها كثير، بس قسم منها لا ما نستعملها كثير. الكلمة المهم كلمة اللي تجي كثير بالكلام يعني منيح على الأقل واحد يكون عنده فكرة عنها. أيوة لازم. أيوة. وطبعا القواعد شو هوني أنا أريد أقولها وأنا كاتبها في المقدمة، هي علم المنطق هو شو يعمل؟ يساعدنا أنه نفكر ونقرر بصورة سليمة وصحيحة. تمام؟ أيوة. علم المنطق ساعد. أما القواعد اللغة فتساعدنا إلى أن نقرأ ونكتب بصورة صحيحة. أيوة صحيح. مهم. أيوة. بس طبعا الإنسان صغره يتعلم اللغة بدون قواعد، يأخذها هيك سماعيا ويتكلم صحيح، يعني يتكلم صحيح لأنه ما أخذها من أبويه والمجتمع. يعني أشوف حفيدتي الصغيرة 5 سنين تحكي فرنسي كأنها رايحة المدرسة. شفت؟ لأنه ما أخذت. استغرب. بس تعال قولها ليش تقولين هيك ما تقولين هيك؟ هاي لازم قواعد. ما تعرف. بعدين قواعد تعرف تقول هاي لأنه هيك وهيك. يعني النحو والتصريف اللي يتفاخرون بها علماء اللغة، علماء الإسلام هذول، ماكو كثير من الشيوخ يطلعون لا المرأة لا تستطيع لأنه لا عقلها مو للنحو والتصريف وما أعرف إيش شو التصريف. عبالهم هم فقط يعرفون النحو والتصريف. أيوة. أيوة. نجي على موضوع آخر للاسم أو خاصية أخرى للاسم وهي الجزم. أيوة. الجزم، وأنا كان كتبتها جزم لأنه على المعنى. أيوة. المتبع هذه المعتاد عليه هو الجزم. أيوة الجزم اللي تريده. المهم بالآشوري قدامة الجزم. قدامة. قادم يجزم. هذا جذر الفعل مثل قضمة. أيوة قضمة بالضبط. قضمة. بالقديم نستعمل مثل العربي الجذر صيغة الماضي قدم. أيوة. جزمة. أما بالآشوري هاي كاتبها أنا لما نجي على أفعال. أما بالآشوري الحديث نستعمل صيغة الحاضر للجذر. صيغة الحاضر. أيوة. جزم الاسم يعني قطع أو بتر حرفا أو أكثر من نهايته مع تغيير في حركاته. مثلا خيل من خيلة القوة، خيلة هاي ممدودة، تجزم خيل. حيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيوة. هو حول حيل خيلة. هلا انتبهت ان احنا بنقول لا حول ولا قوة، بتكرر الكلمة هي نفس الكلمة. نفس الكلمة.
خيل يعني مرة بحكي أشوري ومرة عربي. اللي ما يفهم يفهم. ايوه حيل. شوف حتى الخيل، خيل ماكو العربي خيل، يعني هاي الخيل، شوف خيل يعني الخيل يعني به قوة، يعني كان أيوة فرس. الفرس قوية هناك عند العرب خاصة بالبادية. تمام. لحد اليوم كان عندهم ما كان عندهم تراكتورات ولا حصادات، وإنما الخيل كان الشيء القوي. لحد اليوم أبونا السيارات تقاس سرعة قوتها بالخيل. صحيح بالضبط. أنشيفو كارون شيفو. أيوة هورس باور يا. صحيح قوة الحصانية هي. القوة الحصانية بتاع الآلة الماكينة الفلانية هلقت. صح. صحيح. فهاي خيل. راح نجي لها أيضا لهذه قواعد. برون من برونا الابن. أيوة. طبعا بالقديم برا، هي بالحديث برونا الابن. كوم من كوما أسود. فطبعا هل جزم هذا جزم مفيد للشعراء القصيدة مثلا. ليش؟ لأنه يقلل من مقاطع الكلمة فحتى ترهم الوزن، يعني على وزن البيت اللي الشعري أو هاي القصيدة. كثير هذه كثير مفيدة لهم. والغناء طبعا. أبونا أنت تعرف تقرأ أشعاره للبارافريم؟ نعم. تعرف تقرأها وتفهمها؟ نعم نستعملها نحن كثير بالكنيسة. أو مفهوم، بس مش مفهومة من الشعب الكريم، لا. باللغة القديمة لا، بس نترجم كثير مرات نترجمها يعني للحديثة. أوكي. واعلم أن الجزم يستعمل اليوم بصورة رئيسية في الأسماء المركبة كما رأينا سابقا، شفناها شلون اسمها، وكذلك في حالة الإضافة كما سنرى لاحقا بالمضاف إليه. أيوة. وتنقسم الكلمات من حيث طريقة جزمها إلى مجموعات متعددة، وهي هون تبدأ ندخل بالماش بالهذه ايوه بالخليط. ايوه. اولا المجموعه الاولى يعني راح نعمل المجموعه الاولى الاسماء التي تتكون من مقطعين وثلاثه احرف. مقطعين 3 أحرف تجزم بتسكين الحرف الأخير مع حذف ألف الختام. كيف؟ طبعا الأمثلة هي اللي أكثر راح توضح. ريشة رأس. أيوة. ريش. رأس. شوف ليش يقال بعض اللغويين يقولون أنه المادة هي أقدم من الجزم من أصل، يعني أصلا كانت ممدودة كل كلمة، يعني حتى العربية رأس هي جاية من رأسة. أيوة. هيك يقال اللغوي. فعلى هذا يستندون القسم يقول اللغة الآرامية أقدم من العربية لأنه فيها المادة، هذه كلمات ممدودة. طب أنا عندي سؤال أبونا. نعم. هل هذه الكلمات المجزومة تستعمل اليوم أم الكلمات العادية؟ كلمات عادية بصورة عامة، ولكن قلت لك للكلمات المركبة راح نشوف نستعملها إلى اليوم. أيوة. ونستعملها أيضا للإضافة حتى يقصر واحد. راح نشوفها لما نجي على الإضافة، تشوف كيف يعني مفيدة هي جدا، لأنه تقلل من المقاطع وهذه. أيوة. أسهل يعني. فريش تصير ريش. مثلا إذا بقول ريشد عينا رأس العين. هاي منطقة في سوريا هي رأس العين، هي ريش عيناتها. فتصير ريش عينا، وبالضبط رأس العين هي ريش عينا. أيوة فهمت. ريش. شمة اسم جاء كثير، هاي شمة تصير شم. فهي هذه بالكلمة المركبة شميرام سميراميس، ما يقول هي أصلا شميرام يعني اسمي عالي. الاسم العالي. أيوة. شميرام. أيوة. دمة. أيوة. دمة دم. شوف دمة. أيوة. تصير دم
بس العربي دم. ايوه عربي دم مو دم. ايوه دم. نعم دم. لبة. ايوه لبة قلب أو ايوه لب. 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 عارف لب. ايوه عارف جبة. جبة اللي هو حزب أو ناحية، وهذه جبة تصير جب. الجب جب. جب. يمكن الجب أكثر جاي من هذه، يعني ناحية معينة. ايوه قتة. جدي هذه قتة مقبض تصير قت. قد قصرتها يعني مقبض الجدرية. جدري الجد ايش يسموها الجدرية، ايش يسموها انتم الجدرية؟ الطاسة. لا الطاسية لا اللي لا لا يطبخون فيها. القدر. طنجرة طنجرة. قدر طنجرة. هي طنجرة. ايوه قد قصر. اوكي. سبة. سبة. شوف كتبتوه هذه حتلاقون سبة، لأن سبة شوية مسبة هي. ايوه سبب صح فعلا. سبة. سب. سب. سب ايوه لقمة يعني لقمة. سب. سب. ناتا. ايوه ناتا هي أذن. نات هي ناتان. شوف ناتان الاسم ناتان بالكتاب المقدس. ايوه ناتان. أيوة شو يعني يعني؟ أذننا ناتان. هو اسم هيك؟ إيه ناتان هو اسم هيك يعني اذن؟ ناتان. بس هو اسم، يعني اسم عنده علاقة شوية قرابة مع ناتا. ناتان. نات تصير نات. لانه في القرآن آية يقول ويقول أذن، قالوا أذن رحوم عليكم مثل هيك. كلمة هاي أكل. يلا كمل. ايوه انا. أيوة. باتا بالبي كتبتوها بالهذه. أيوة. باتا يعني وجه. بات. بات. من وين اجت هاي الكلمة حتى تصل وجه؟ هي حتى بالقديم هي بالارامي باتا. وعجيب بالارامي كلمة هذه دائما جمع. غريبة. يعني أوجه. ليش شوف أنا بعدين سوينا عليه هذه بحث أنه لين عندنا إنسان عنده اثنين وجهين. هي منطقة اثنين هون وهون، يعني في عندك أذن وعين ومنخر من المنخرين هذا الطرف، وعندك خد الطرف وخد الطرف، فالإنسان عنده وجهين. فدائما تجي بالآرام القديم. هون بالجديد لا نحن عملناها لأنه باتا باتوات جمعها. فبالهذه أبي مو باتا. انت تعرف ابونا جانوس؟ تعرفوا الاله جانوس اللي عند الرومانيين؟ نعم له وجه وراء ووجه خلف. صح. تعرف ليك انا فكرت بهذا. لا هي هالوجنتين يعني. وجانوس هو مثال الدبلوماسي ابونا او السياسيين. يعني احنا بنسموه بالعربي متوجهن. ابو الوجهين. يقول ابو الوجهين هذا يعني من برا شكل من جوا شكل. من عندنا مثل عراقي من برا قدوس من جوا ديوس. ايوه ومثل اخر بنفس المعنى من برا نقشي من جوا خرق محشي. اعرف هذول. ايوه باتا. فاذا بات. ماتا اللي قريه هي ماتا. مات مو مات يعني يموت ومات مات. مات. ايوه يمكن العربي اللي يسمعها مات يقولوا هذا شو يقول يعني مات شي مات. لا مات ولا عبالة. تفضل. مات. خاتا أخت. خاتا أخت. خات. مارا سيد رب. مارا. هي هاي مار موجودة كثير. مار إفرام. ليك بتقول مار إفرام. مار أفرام ومار فلان ومار نساي ومار أوكي. ثانيا
المجموعة الثانية، يعني المجموعة الأولى للأسماء، المجموعة الثانية هي الأسماء المتكونة من مقطعين و4 حروف. الأولى كانت مقطعين و3 حروف. و4 يتم جزمها كما يلي. هنا عدها شو اسمها. إذا كان الحرف الأول فيها ساكنا تجزم بتسكين الحرف الأخير مع حذف ألف الختام فقط. نجي كلمة براتا، شوف هاي 1 2 3 4 حروف، فتصير برات. عملنا إيه؟ سكننا الحرف الأخير وشلنا الألف الأخيرة وفقط سكننا الأخير، فصار براتا، صار برات. ايوه شفت. برات. ايوه برات. خالة يعني أكل، خالة تصير خال مو خال. خال. ايوه يعني الأكل أكل أكلا. أوكي. خماتة هون جميل. طلعت المسكونات خربط اللون جميل. مرات في بعض الجداول تخربط هذه لما واحد يحط الحركات بالعربي. خماتة خمات، وهي حمات. ايوه. وخماطة، شوف بس هذه تاء، هذه الطاء، فإذا واحد ما يقدر يقول طاء يقول تاء تتخربط عليه الأبرة تصير حمات. خماطة هي أبرة. فهمت. هلا فهمت. تعرف القرآن يقول سم الخياط. سم الخياط هو القرآن خياط معناته إبرة. خماطة. فهمت علي؟ ليك أنت تقول إبرة، إحنا الخياط هو اللي يعمل اللي يخيط. فهم علي؟ بس خياط عندهم بالقرآن هو الإبرة. إبرة. هاي المثل تاع العراق سميه أبرة، أنتم تقولون إبرة. أيوة هو المثل تاع هاي مشكلة الحركات العربية. مش تقول المسيح من الأفضل أن يدخل جمل في من الأسهل دخول الغني إلى من دخول الحبل أو الجمل في خرم الإبرة. أيوة. من دخول الغني إلى ملكوت السماوات. هاي جت المثل في القرآن، بس استعمل خياط بدل الإبرة. وتعرف بالعبري بالتلمود مش انت يقول الجمل والإبري هذا الفيل بدل الجمل. نفس المثل هو، بس هو يستعمل الفيل بعد أسوأ يعني. يعني بدل ما يكحلها عماه. ايوه فهنا حلو جدا لانه الخماط هنا يعني من هنا الخياط. خمط يخمط. خياط بالعربي خمط يخمط. لا خيط احنا بنقول، بس ما بعرفش ليش انت جنت عليكم ميم. ايوه بجوز هو القرآن اخطا بخياط، قال لازم يكون خماط. شو اصل الفعل ابونا؟ هي ما له هي خائط، هي خياطة خياطة. خمط يمكن بالقديم، ما أعرف إذا في خمط، بس نحن بالحديث ما عنده جذر. خماطة هي إبرة. ما هو الفعل خيطة؟ الفعل هو خيطة، خائط خياطة. أخذ من العربي ولا هو سرياني ولا أشوري؟ نعم. هو أشوري ولا عربي خياطة؟ أشوري. خائط خياطة خيطة خياطة خيوطة خيطانة خيطة. هذه مشتقات الفعل، ما كل الفن. حلو جدا. أنا حضيف هاي المعلومة لكتابي بخصوص صم الخياط بكل القرآن. صم الخياط. أيوه يعني انثق بالأبرة. ايه اوكي.
اوكي. نجي كلمة أخرى، قدالة، رقبة. يمكن في قذال أيضا، مو بالعربي؟ وين هذا؟ شو تعملوا قذال؟ ما أعرف وين سامع عن قذال. هي قدالة بالأشوري. أيوة. قدالة فتصير قدال. يعني أنا يعني رقبة. احنا ما نقولها. أنا ما أعرف وين شايف قذال. يمكن بعض السريانيين يستعملوا، ما أعرف. المهم خمارة، هاي صاحبنا حمار، خمارة. أنا قلت مين هذا صاحبك؟ صاحبنا اللي أنت تحدثت عنه كثير. لا فجأة قلت شوف مين هذا اللي صاحبنا الفترة الأخيرة. اللي طلع لي حمار. عجيب، نحن بعراقي يسموه زمال. زمال. أيوة زمال. مش عارف ليش. خمارة. أنا عندي تمثيلية أبونا، يعني كتبت مثل سيناريو للحوار المتمدن. إنه تعرف إنه عند الله خليل الله هو إبراهيم. أيوة. فالله اختار واحد آخر هو صاحبنا. بدل إبراهيم. ليش؟ لأنه قال إنه هذا له ذنب طويل تحب يسمع. فاهموا؟ الله بحب مين يسمعه. أيوة. أنت ذكرتني بنكتة على هذه. تعرف يقولون ليش واحد يقول، سأل رجل دين، قال ليش أبونا ليش الحمار آذانه طويلة كثير طويلة، ليش يعني؟ مو قالوا تعرف ليش ابني؟ قال لا، قال لما الله خلق آدم وبعدين جاب له كل الحيوانات حتى يسميها. آدم سماها. فيقول لما جاء الحمار قال له هيك اسمك، وراح حمار شوية نسى اسمه، وش قال له؟ رجع قال أبي سيدي آدم شو كان اسمي؟ يقول مسك آذانه ما كانت طويلة، طولها هيك وصاح، قال أنت حمار، حشاك حمار. فيقول صار حمار اسمه هذا، لهذا طالت آذانه يعني. أيوة حمار. وبعدين زمارة، فقد الخاء والزين مختلفة. زمارة يعني غناء، زمار. المزمور. أيوة، تجي مزمور، مزامير، زمارة، زمرتة. أيوة. وزمارة عندنا أيضا، زمارة يعني زمارة يعني، واسم الفعل أيضا كصيغة من المشتقات الفعل. زمار، زامر، زمارة، زمرتة هي أغنية أو اسم المرة. أوكي. المهم راح نجي عليها بالأفعال. كل هالأمور هذه غريبة. أطول روحك أستاذ سامي. لا يعني أنا صبر كثير معي. أنا صبر كبير، بس يعني يظهر عليه بدأ ينفذ. يعني ظاهر هذه أكثر من القرآن فيها. لا أصعب من القرآن، لأنك أنا دبرت حالي فيه. لا ما يخاف عليك، إذا أنت طلعت راس بالقرآن طلع راس كل شيء بعد. يعني أنت مثل ما قلت تربو راح تطلع من كل شيء. يعني فور ويل درايف. أيوة. كل الأماكن الصعبة. أوكي. إيش نعمل بقى؟ نضحك شوية. لا يعني فعلا صعب الشغلة هاي تعودكم. الشغلة تاعتكم هاي صعب كثير. يعني آخر أمر بقولش بكفيليش بأنشة القرآن بلاش كمان بس المهم هذه أمور مو كثير تمشي، بعدين تجي الأمور الأهم يعني اللي نستعملها. يعني لسه هاي ترناني بعد ترنانة باقي. هاي مشهيات يعني. هاي مقبلات بعد الصحن الرئيسي باقي. يقول المكسرات هذول. فستق ومثل هيك وبندق. بالضبط. كمل ابو الله. السكوندو بياتو باقي. الله بعيد، يلا الله بعيد.
المهم انا اسال نفسي اذا انا قاعد بتعلم ولا انت. لا انت تتعلم طبعا. لا وايضا بس انا استفيد طبعا. لا منيح هيك منيح هيك، بس يعني على كل، يعني ما هو على كل ياخذ، وين في واحد ياخذ فكره، ياخذ فكره شو فكرة. الشغله هاي. لهذا أنا ما أريد كثير أطول، يعني أقول نمشي عليه هيك، لأنه بعدين ممكن واحد تجي وهذه تطلع له يشعر بالحاجة كيف هذه ويرجع ايوه خاصه لما بدي اقعد اكتب سرياني للكلمات. لا انا بدي اخليك انت تكتبها، شو مالي صح طبعا. أكيد. امبارح كنا مع ابونا، مع استاذنا اليكسنبرغ، بقول له إيه هاي الكلمه السريانيه؟ هو ابونا شمعون شو شغلتها؟ هو اللي حيكتبها. لا قال لي ما عايز يفهم. اشوف هلا اللي بشطه. قلت له لا اتركها بشطه، هاي لابونا. يقول هو راح يبتلي بيها، ما عليك انت وما لا ادري، تتعب روحك. يظهر ابونا انه استاذنا كان كليريكي، اها كانه كليريكي، لانه هو يعرف التوراه، كانه رجل كليريكي. اها ايه كليريكي. ايه تعرف المشكله، اول البارح بنص الليل بالتمام وانا اشتغل، واحد رن علي بالسكايب نص الليل، طلع لي واحد عجوز، فهم علي، طبيب، وشو فاتح لي على البرنامج ليلة القدر، بكل لي تشرح لي اياها كيف شرح لك اياها ابو استاذنا كريستوف نص الليل. وبعدين قلت له شو هذا؟ قال لي ايه هذا، ما بعرفش مين اعطاني هذا. كنت على كل مش حكمل معك، مش حكمل لك القصه نص الليل. عجيب. يا شفت رجل هي إيه. هيك اكو امور واحد، لا انا كثير مرات بالليل اتذكر كلمه شيء اقوم اكتبها عندي إيه. بخلي بالحائط عند راسي ورقه واكتبها، لانه واحد ينساه بعدين. يلا اهو. آه. يقول لي انا ما بتاخر معك، يعني عندك وقت؟ قلت له لك مليون لغايه بكره. يقول لي لا بس انا مريض لازم اروح انام. قلت له انا جابك تتصل بي؟ لا اذا انت هذه وجا شو ورطك. يا رجل ما تتصور يا ابونا. يلا كمل. كمل. أما إذا كان الحرف الثاني فيها ساكن، هاي قلنا هاي المجموعة الثانية، إذا كان الحرف الأول فيها ساكن كان هيك، هاي شفنا أمثلة لها. أما إذا كان الحرف الثاني فيها ساكن مو الأول، فتنقسم إلى قسمين من حيث طريقة الجزم. القسم الأول يضم الكلمات التي تبدأ حرف ذو فتحة طويلة، وهذه تجزم بإعطاء كسرة طويلة للحرف الساكن هذا، وتسكين الحرف الثالث مع حذف ألف الختام. يعني من كاهن يعني تصير كاهن. شوف مثل العربي، شوف العربي جاية من كاهن صار. يعني العرب طلع مجزوم. جزم الكلمة بالأرامي هي العربي كاهن. كاهن. ابونا جت فكره، احنا بالعربي يعني بنصرف الافعال والكلمات، ضرب يعني ولد ولدا ولدين ولدا ولد ولدي مثل هيك. بالسرياني ما عندكم هذول الحركات لاخر الكلمات، يعني فاعل مفعول. لا ما في مجزوم مضموم ومكسور هاي ما في. لا ما في. ما عندكم هاي ولا بالاشور القديم ولا بالارامي ولا ايضا ولا. نفس الشيء العبري. ايوه هذول العرب هذه عربيه فقط هاي وفي مثل اللاتيني، يعني مثل اللاتيني صارت العربيه مشاكل بها ايضا العربيه. اللاتيني اقله يعني حروف كامله هي واحده، بس بالعربي هي حركات فكثير بتصير خربطه فيها. ايوه روزا ايوه دومينوس دوميني. ايوه الخمس مجموعات. ايوه. فانا قلت بدي اساله هاي القصه اذا عنده نفس الشغله. لا الحمد لله هذه ما عندنا. خففت علي مصايب اخرى، هالمصيبه ما عندنا. مصايب اخرى خوش خبريه.
فالكان يصير كاهن، والساهدة الشهيد يصير ساهد. ساهد، انت تقولها ساهد. هذا ساهد. ايوه. رخمة أو رحمة بالله، رخمة راخم. من هنا الرحمن الرحيم. بالضبط، راحم، رحيمة، رحمة هو الحبيب أو المحبوب، رحيمة محبوب. عند بعدين لازم حبيب، رحيمة محبوب. لازم تشرح لي بوضوح هاي النقطة. لأنه مشان البسملة تاعت القرآن لازم أضعها، بس بدي أطلع أكتبها بطريقة صحيحة. فاهم علي؟ لأن هي معقدة. بسم الله الرحمن الرحيم شو بالترجمة بالتمام بالأشوري يعني، أو شم آوى رحمانة رحيمة. 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 وشو تعني؟ يعني باسم شم آلاها بسم الله. أيوه. المحب والمحبوب. اسمعوا يا مشاهدين اللي ما تعرفوا هاي الرحمن الرحيم. هاي المحبوب، محب ومحبوب. حلو جدا. ايوه. شفت كيف واحد ما ينتبه لهي الامور. حلو جدا. يلا. الرحمن هو المحب، اسم فاعل يعني. الرحيمة هو اسم المفعول، محبوب. المحبوب. اسم الفاعل واسم المحبوب. حلو. هاي جدا. هاي مهمة. ايه كمل ابونا يلا. رخمة. علمة وعالم. علمة تصير عالم. علمة عالم. ايوه. عالم. ايوه. سامة. ايوه. ساهم، حصة. شوف سهم أيضا، سهم جاية، سهم، أسهم البورصة وأسهم ما أعرف إيش. إيه أبونا. حصة. أبونا في القرآن قصة يونس فساهم. الفعل فساهم فكان من المدحوضين. شفت؟ من هنا ساهم. ساهم. فهم علي؟ فهمت علي؟ أيوة. جاء من هنا يعني شافوا شو بسمه، حاصصة يعني، حاصصة. ايوه. لا يعني كانوا عايزين يشوفوا مين اللي يعمل لهم المشكله. فعملوا شو يقولها، يعملوا اليانص، مش هذول الحاصله. ايه. ساهم. القرآن استعمل كلمة ساهم. هي يعني دخل في مساهمة يعني. لا يعني شو تقولها؟ شو تقولها بالعربي أبونا؟ شو عمل قرعة. عمل قرعة. اوكي صح. هيك قصة يونس يعني عملوا القرعة فجت عليه. نعم هاي يونس بالهذه. ايوه يونس. بالقارب بالسفينة. ايوه. فأنا كنت أعرف بدي بشدة شو هي الكلمة المستعملة، لأنه القرآن استعمل كلمة ساهم. يعني اشترك في القرعة. ايوه. فهمت علي؟ بس هنا ابونا ساهم لحد اليوم احنا نستعملها للميراث. ايوه. السهم. ايوه. فهم علي؟ بس هم تعرف كيف فسروها؟ يعني ليش فلان ياخذ اسهم اكثر من غيره؟ ايوه. تعرف ليش كيف فسروها؟ لانه السهم هو كان آلة الحرب. ايوه. فاللي يدافع عنك اكثر له حق اكثر. اوكي. شو مربوطه بهذه الفكره، ماخوذه من مربوطه. فلهيك المرأة لأنها لا تدخل المعركة إلى نص ما عندها سهم. هاي جدي في تفاسير معينه ولا ما؟ معلوم. موجوده في التفاسير. اوكي. لأنه ما هو السهم هو اللانشو. اللانشو. فكان المرأة ما كانش عندها لا تدافع، ليس عندها سلاح، فتأخذ نصف الرجل. والرجل
والأقرب إليك هو مجبور يدافع عنك أكثر. صحيح. له حق أكثر لأنه عنده عدد أسهم أكبر. هي مشكلة يعني دفاع. هيك فهمت. حلو. إيه. يعني هذا ربط منطقهم. يعني ربط ناجح يعني. هذا أسلوبهم. بس هنا حلو إنه ساهم، يعني هنا حصة. ايوه حصة. السهم هو حصة ساهم. ولا تعني سهم أبونا بمثل لا سهم هو جيرة. غير شيء. غير شيء. ربما أبونا راحوا يعني فسروا على طريقتهم. صح. للتبرير. جابوا تبريرات. حلو جدا. بس القرآن استعمل كلمة ساهم ليونس، القرعة للنصيب يعني. وأنا عايز أعرف اللي بشطة شو الكلمة اللي استعملها. أنا عندي الآية بعدين بعطيك إياها. بعدين شوف. أنا ذكرتها. ساهم يونس بشطة. ما هي الكلمة اللي استعملها؟ هشوف شو اللي استعمل كمان بالعبري. من وين أخذ الكلمة القرآن؟ هل أخذها من البشطة أم من العبري؟ الكلمة على رأس لساني بس ما كنت نعرف. واحد ينسى أبونا. أوكي. بعدين أنا بشوفها. نعم. تفضل. هذه عاد نجي على المجموعة الثانية اللي هي التي يكون حرفها الأول ذو بتاخة أي فتحة قصيرة. يعني من هالقسم هذا. أيوة. فعندنا القسم الثاني من هذه هي الكلمات التي يكون حرفها الأول ذات فتحة قصيرة. أيوة. أو كسرة قصيرة. يعني هي قصيرة. حركة أو كسرة. فجزمه يتم بتسكين هذا الحرف اللي عنده الحركة. وتسكين الحرف الثالث أيضا. وإعطاء حركة زلامة قصيرة أي كسرة قصيرة للحرف الثاني الساكن مع ألف ختام. يعني ملكة. وملكة إيش؟ عندنا الحرف الأول عنده فتاح يعني فتحة قصيرة. أيوة. تمام. أيوة. والحرف الثاني هو ساكن. الحرف الثالث عنده فتحة طويلة. أيوة. فشو نعمل؟ نسكن الحرف الأول أبو الفتحة القصيرة. أيوة. ونعطي كسرة قصيرة للحرف الثاني. كسرة قصيرة زلامة قصيرة الحرف الثاني. ونسكن الحرف الأخير اللي عنده فتحة طويلة هون في الحالة. ونشيل الألف. طبعا دائما تنشال الألف إلا في حالة واحدة من الجزم. فتصير ملك. ملكة ملك ملك. أكثر. وحسب القواعد هذه تصير هذه تتلين تصير ملخ. ملك. تصير ملخ. فتصير ملك الملوك ملخ ملكة. أيوة. يقول ملخ ملكة. هذا ملك الملوك. يعني لما نقول شاهين شاه مثلا ملك الملوك ملخ ملكة. موجودة بالمخطوطات القديمة لما يحكي عن شاه إيران هذا ملخ ملكة شاهين شاه. وطبعا عن الله أيضا يقول ملخ ملكة هو ملك الملوك ورب الأرباب. تمام. ملخ ملكة ومارد ماراواثة القديم هذه. كيف يعني ملك الملوك ورب الأرباب. أيوة. أنا وقعت مؤخرا على عبارة ربي وربكم في القرآن. مار ومرخون. معروف مرخون. ذكرت 9 مرات في القرآن أو 8. وفي الإنجيل جت مرة. لما المسيح يقول للمجدلانية يروح يقول هذا صاعد عند ربي وربكم وربكم إلهي وإله. عند القرآن جت 8 مرات. مار ومرخون. ذكرتها يعني والبارح اشتغلت على هاي النقطة. كم عدد المرات اللي ذكرت فيها الكلمة؟ انه ذكرها استاذنا. أيوة. استاذنا قال لي تتذكر قصة المجدلية؟ قلت له ايه خلاص حبعت لك عنها. فانا شفتها 9 مرات القرآن استعملها ربي وربكم.
شوف يعني الهالدرس هذا علاقة يعني عنده مع شغلك كثير. هيك كله ولا انا شو ليش بدرس الاشوري؟ فاهم علي؟ يعني هذا مساعدة، انا جدا عملي مثل السويديين. انت السعودية براغماتيست. ايوه. تعرف شو يقول المثل اللي عندنا العربي؟ لا اذا ما ينفعك الباس انت فريشه. مسكين مسكين. تدريش اذا ما ينفع الا اذا نفعك خليه. ايه ولا لهيك انا متمسك بالاشوري لانه هذا حيساعدني مشان افهم هذاك. ايوه إيه بشوف صلة القرابة بينهم. ايوه صح علي شو صلة القرابة، بس حلو جدا فعلا، يعني مسلي لما انت تربط الامور تصير يعني حلو. وانا قلت لك من البدايه انا ما اعرف شيء كان من القران ابدا، يعني شيء بسيط جدا واشياء فقط بالبدايه، فقط اشياء الايجابيه كان علمونا. عملنا نحن قبل 50 سنه قلت لك يعني ترمين او شو اسمه يعني فصل دراسي عن الاسلامولوجي عن القران وهذه، بس ما يعني بس معاك لما عملنا قلت له قبل البدايه انا ما اعرف طبعا استاذ شو اسمه استاذنا لوكسمبورغ هو طبعا هو فخر. لا انا ما اقدر يعني قلت له حتى صديقنا شو اسمه حنا وهذا قلت له انا ما اقدر هذه، بس حاول انه بالسرياني اللي اعرفه واللي هي لغه الام عندي واللي انا هاي 50 سنه استعملها دائما بالكنيسه وبالبيت وهذه، فهذه اقدر اساعد يعني. ما ازعم انه انا اقدر اعرف قران، لا ولكن اكتشفت كثير امور حقيقه. اكتشفت وكشفت مثل ما انت شفت. اكتشفت وساعدت لي لفهم. انا يا ريت عندي معلوماتك بالسرياني، لو عندي معلوماتك بالسرياني ببدع. ايوه صح. لو عندي معلومات اخرين بالعبري مع الخلفيه الكبيره اللي عندك عن وقدرتي في العمل كان ايوه والقابليه الفظيعه. الله يحفظك الله يقويك ان شاء الله يديك العمر الطويل انت تبقى هيك دائما. فهذه لا بس انا مقرر ابونا انه طبعه الرابعه تكون الاخيره اللي عمل معمل 5. ايوه كافي. وفقط الشغل اللي عندي بعدين هو تنظيم الترجمات 3. حلو طبعا، وهي ما ومو قليل هذا الشغل يعني. لا مو قليل بطبيعه الحال 3 كلها طابقه مع العربي. الطبعه الرابعه، بس الطبعه الرابعه بدها تاخذ سنه كامله. اكيد ايه وبعدين احنا يعني بعد ما اخلص هذا بعدين باجي عندك بقول لك كيف نساوي. باجي اشتغل معك كيف نرتب الامور. نعم. ايه نقدر حتى نسويها سويه بالهذه، انا اكتب بالسرياني لك بالاشوري. ايوه دي شوف كلمات حتى تعرف انت ممكن تكتب ابونا على نحاول حتى نكتب الكلمه الصحيحه يعني حتى بالسكايب. انت ممكن تكتبها هنا بالسكايب. ايوه بالسكايب. ايوه وانا بنقلها من هون مع المحادثه. ايوه لانه في عندها امكانيه شوف كونفرسيشن تحدي البارتاج، تكتب الشيء وانا بنقلها بحطها عندي. احسن تكون يعني اسهل واضبط. ايوه بهذا الاسلوب، علشان لانه صعب ابعث لك هاي افضل هناك. هو مش كثار ابونا يعني اخر الامر هي بجوز 400 محل. اوكي مو مشكله، واكثر من ان شاء الله بس الله يعطيه الصحه وعافيه لكلانا ولا كمان لأستاذنا مش هنكمل. أستاذنا أيضا هو أنا دائما أدعي له حقيقة أستاذنا. فعلا يلا نكمل. أوكي يمكن نستراح هسه شوية. نستريح شوية. أعصارب عليك. نستريح شوية. أنا وقف التسجيل. أنا أقول فقط هيك للمشاهدين شاركوا في الحلقة وبعدين وفعلوا الجرس حتى تصلكم الحلقات القادمة. وشكرا أبونا، حنرجع لك بعد شوية. شكرا لك. نعم.